على وقع معركة الرقة التي بدأت منذ أيام قليلة، يتصاعد الحديث عن خلافات عميقة تتفاقم ما بين روسيا وإيران في الساحة السورية. فالتضارب في المصالح والأهداف بين الدولتين لم يعد يخفى على أحد، أما أبرز نقاط الخلاف فهي: أولاً، تعتبر روسيا أن ما تحقق حتى تاريخه في الحرب السورية كاف للدخول في مفاوضات سلمية للتوصل إلى تسوية بعد تثبيت النظام وإضعاف المعارضات السورية وتشتيتها. في المقابل، ترى إيران أن المعركة لم تنتهي، وأنه من الضروري الاستمرار فيها أقله لاستعادة حلب بالكامل وإغلاق آخر المنافذ الحدودية بين سوريا وتركيا. ثانياً، فيما يتعلق بمفاوضات السلام في جنيف وغيرها، تشدد موسكو على ضرورة تقديم تنازلات متبادلة، وهي لا تجد مانعاً في أن يكون مصير الرئيس بشار الأسد مدار بحث، لكن طهران تتمسك ببقائه رئيساً في المرحلة المقبلة. ثالثاً، بالنسبة إلى محاولات الكرد في سوريا فرض أمر واقع جغرافي على أمل الحصول مستقبلاً على حكم ذاتي، لا تعارض روسيا هذا التوجه، إلا أن إيران ترفض بشدة محاولات الأكراد الانفصال خوفاً من تحول الأراضي السورية إلى مناطق حكم ذاتي صغيرة وضعيفة، وهو الهدف الذي لطالما حلمت به إسرائيل. رابعاً، وفي سياق العلاقات مع الدول العربية والخليجية تحديداً، تحرص روسيا على الحفاظ على مصالحها على الرغم من التباين الكبير مع حكام كثير من دول المنطقة بالنسبة إلى الأزمة السورية، لكن حليفة سوريا أي إيران تعمل على إمساك أوراق أكثر من ملف إقليمي حاد من دون أن تعطي لإصلاح علاقتها مع دول المنطقة أي فرص جدية. خامساً، يسجل لروسيا سعيها في الفترة الماضية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والعالم الغربي في إطار فك عزلتها وإيجاد نقاط توافق مشتركة مع أمريكا بالنسبة إلى الملف السوري، إلا أن طهران تحاول إخراج تأثير الغرب من أي اتفاق تسوية حرصاً على مصالحها الإقليمية التي لا تنسجم بطبيعة الحال لا مع تطلعات واشنطن ولا مع رغبات الأوروبيين.